يلا بينا. الصورة دي هي واحدة من صور كتيرة عني، اللي هي أختي الكبيرة خدتها لي وأنا صغير، وعندها ميموري حلوة جدا بالنسبة لي. ودايما ببص على بصتي في الصورة دي وبحس إن أنا لسه عندي نفس البصة. all my childhood غالبا في الصورة دي. بس الصورة دي مع والدتي. احنا واحنا صغيرين أنا كنت عايش الحرب في لبنان، فساعات كنا بنغير بيوت على حسب الحرب حاصلة فين. فده في بيت طنط وداد. طنط وداد دي كنت بحبها جدا 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 جدا، الله يرحمها. هي خالة مامتي وبابايا. روتانا كافيه. اول مره في حياتي طلعت قدام كاميرا، وعمري ما كنت متخيل ان انا ممكن ابقى قدام الكاميرا في يوم من الايام. انا كنت هناك بشتغل حاجات ورا الكاميرا، وفي حد المخرج اللي هو شادي حنا كان مخرج البرنامج ساعتها، وطلب مني اعمل اوديشن، واستغربت وعملت اوديشن ولقيت نفسي على الهواء بعدها باسبوع. فده عنده البرنامج ده عنده مكانه مهمه جدا في قلبي، وعرفني على ناس بحبهم واصحاب معاهم لحد دلوقتي. ده كان سنه 2003. والنوس رمضان 2016. دكتور يحيى الفخراني اللي هو من اكتر الناس اللي انا ربنا انعم عليا اني اشتغلت معاها واني اتعرفت عليها في الحياه، هو واستاذ شادي الفخراني اللي هو ابنه وهو مخرج المسلسل. نقطه تحول في حياتي الفنيه، كانت اول حاجه عملتها في مصر، وكنت خايف جدا من الدور. ولما المسلسل اتعرض حبيت جدا 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 فيدباك او ردة فعل الجمهور المصري على وجودي في الدراما المصرية. ومن ساعتها حسيت ان في باب جميل قوي اتفتح قدامي. واو، سبع جار. سبع جار كل الناس اللي عشاني عارفة ان دي احلى اكسبيرينس بالنسبة لي اون اول ليفلز. يعني بالنسبة لي احلى اكسبيرينس اون سكرين واحلى اكسبيرينس ورا الكاميرا. كان مسلسل جديد جدا بالنسبه لي. واحنا بنصور كنا كلنا كممثلين تقريبا مش فاهمين ايه اللي بيحصل. طريقه التصوير اللي كانت غريبه جدا، كان في ارتجال كتير، وساعدني جدا اصلا من المصري بتاعي عشان كان في ارتجال كتير، فكنت بضطر ارتجل بالمصري. وفكرني قوي بايام المسرح. انا خريج مسرح، والمسلسل ده كتجربه من اقرب الحاجات اللي عملتها للمسرح. فبحب المسلسل ده جدا، وعنده اجمل ذكرى في قلبي بصراحه. طلعت روحي. بالنسبه لي اول مره في حياتي اعمل رومانتك كوميدي، واكتر حاجه حبيتها في المسلسل اني اكتشفت سايد جوايا كممثل ما كنتش اكتشفته قبل كده. وحبيت قوي انه عرفني طبعا على الناس، وانه عرفني على رامي رزق الله اللي تفكيره كلين ونيت قوي في الرومانتك كوميدي، اللي هو شبه الرومانتك كوميدي اللي بيعملوها في امريكا اللي انا اصلا بحبها جدا. فكانت اكسبيرينس حلوه. خيط حرير. بحب قوي في المسلسل ده انه خلاني العب شخصيتين في وقت واحد، اللي هو شخصيه حازم وشخصيه حازم من 10 سنين، والفرق اللي هو كان بين الشخصيتين. انا بالنسبه لي دي كانت حاجه ممتعه جدا بالنسبه لي كممثل. وحبيت قوي 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 الشغل مع مي عز الدين. مي اللي انا اصلا عمري ما كنت اتعرفت عليها قبل كده، واكتشفت انها حد ملتزم جدا، بيحب شغله جدا، مجتهد جدا، زيرو ايجو، او حد الشغل معاه بالنسبه لي كان متعه. انا فاكر اول ما كلموني عشان اعمل على الحلوه والمره، ده كان في 2021. وفاكر ان حماسي ساعتها شبه حماسي ان انا رايح اصور فيلم مع جورج ميلر، لسبب واحد، ان كنت اول مره بشوف ان في باب ليا مفتوح في الدراما العربيه. يعني لما ام بي سي كلمتني وقالوا لي عايزين يعملوا المسلسل ده وعايزين نلعب دور الليد، اتبسطت لاني حسيت ان ده هيبقى باب ليا اشتغل في الدراما دي. انا فاكر اول ما كلموني على فيلم ماكو اتخضيت واعتذرت بصراحه. عمري ما تصورت ان احنا كعرب ممكن نعرف نعمل فيلم عن شاركس ويبقى حلو. انا حد اصلا وانا صغير بحب افلام الشاركس كلها، وانا بحب البحر قوي، فكنت خايف جدا، فعشان كده اعتذرت. بعدين كلمني هشام الرشيدي المخرج، قابلته وشفت سامبلز او نماذج من في اف اكس هم عايزين يعملوها للفيلم، وحسيت ان واو، لا احنا بقينا بنعمل كده وبنعمل كده بشكل حلو قوي قوي قوي. وكانت تجربه ممتعه جدا 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 بالنسبه لي. صورنا هنا، صورنا في تركيا، اتعلمت غطس عشان الفيلم، ومن ساعتها بقيت يعني غرامي السكوبا دايفنج. وسعيد جدا ان انا في اول فيلم عربي
متصور اكتر من 70% منه تحت الميه، وحاسس ان دي حاجه جميله جدا 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 للارشيف بتاعي. 3000 Years of Longing، الفيلم ده اتصور في 2021 وكان اول سكريننج للفيلم في مهرجان كان 2022. وده حلم بالنسبه لي، حلم حتى عمري ما حلمته. يعني عمري ما حلمت اشتغل مع مخرج زي جورج ميلر، مع تيلدا سوينتون وادريس البا. عمري ما تصورت ان انا ممكن يجي يوم وابقى طالع الستيرز بتوع كان واسمع اسمي بيتقال على التلفزيون الفرنسي وفي العالم كله. دي من اكتر لحظات حياتي اللي انا عمري ما هنساها. العودة كان عودة برضو لينا للدراما اللبنانية بعد 4-5 سنين ما اشتغلتش دراما لبنانية خالص. والحلو قوي في العودة دي انه كان من انتاج MBC. فكنت سعيد جدا لما اتعرض عليا الورق، وكنت سعيد اكتر لما المسلسل اتعرض ونجح جدا على MBC 4 وعلى شاهد. جيمس فرانكو من الطف الناس اللي ممكن حد يقابلها في حياته. الصورة دي من باك ستيج مسلسل اسمه كارانتينا، اتصور في اليونان من سنة، وقريب جدا هنشوفه على بلاتفورم عالمية بإذن الله. كانت تجربة ممتعة جدا، وكان حلو قوي ان اتعرف على جيمس فرانكو. وانا جيمس فرانكو اصلا من اكتر الممثلين كنت بحبهم وانا صغير وانا شاب، يعني لما كنت في الجامعة، وكنت بحب دماغه جدا، يعني بحب الجنان بتاعه قوي. ولما اتعرفنا على بعض حسيت قد ايه هو حد حقيقي وترانسبيرنت كده وجميل من جوه. مادلين زي ما الجمله دي اللي تحت بتقول، هي بجد ساين قد ايه ربنا بيحبني، ان هو بعت لي زوجه تبقى فهماني، فاهمه شغلي، فاهمه طباعي، فاهمه المود سوينجز بتوعي، فاهمه قد ايه انا ساعات ببقى داون من غير سبب واب من غير سبب برضو، وفاهمه قد ايه الحياه، يعني الشراكه مهمه في الحياه، وقد ايه هي باي نيتشر من غير ما تعمل اي افورت حد، يعني بحس ان هو اتخلق علشاني. يعني ساعات من غير ما اتكلم بتبقى فاهمه انا عايز ايه، ساعات من غير ما اطلب بلاقي ان هي فكرت بالحاجه اللي انا كنت بفكر فيها. ودايما ببقى متمني ان انا ابقى كده معاها، ودايما بحس ان انا مقصر معاها من كتر ما هي حد معطاء وكريم وما بيطلبش اي حاجه لنفسه. الفاذر هود هي ساعات ما كنتش بفهم يعني ليه الناس بتقول عمرك ما هتفهم الشعور الا لما تجربه. طب انا عندي ولاد اخواتي مثلا، اللي خلاني اعمله وجودها في حياتي اني بقيت بفكر في نفسي اكتر، يعني بقيت اخاف على نفسي اكتر، بقيت ما بتهورش بالحياه. انا حد عمره ما بيفرق معايا اعيا ولا اموت مثلا. فدلوقتي ده بقى بالنسبه لي خوف ان اسيبها، يعني بقى عندي خوف ان انا بقى جبتها وروحت وخليتها لوحدها. عمر الخيام من اكتر الشخصيات اللي هي متعه لاي ممثل، عشان هو عنده لايرز كتير. يعني ساعات بيتر كان بيهزر اللي هو ده عمر ولا نيكولا، من كتر ما هو عنده برضو المود سوينجز دي، اللي هو بيطلع وبينزل، وساعات فرحان ساعات متضايق. فهو شبهي جدا في الحته دي. واكتشفنا واحنا بنشتغل على الشخصيه ان هو برضو شبهي في فكره او انا شبهه، عشان انا خريج انجينيرنج، هندسه مدنيه، وخريج مسرح. فهو كان شاعر وكان عالم فيزياء ورياضيات. ففي حتتين الدماغ دول عنده شغاله طول الوقت يعني. فده خلاني مستمتع جدا وانا بصوره. واللي بحبه جدا الحشاشين بشكل عام، ان المسلسل اللي اتعرض عليا لما كان هيتعمل من سنه ونص، واعتذرت مجبرا عشان كنت في تركيا بصور، وكنت متضايق جدا 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 وانا بعتذر. فلما رجع المسلسل تاني ورجع لي الدور تاني، كانت فرحه لا توصف. وسعيد جدا انه من كتابه عبد الرحيم كمال، اللي هو كان كاتب ونوس اول مسلسل صورته. وكنت سعيد جدا لما عرفت ان هو كان من اكتر الناس المتحمسين ان انا العب دور عمر الخيام. فده اداني ثقه رهيبه باني هعمل الدور ده زي ما هو لازم يتعمل.
سعيد جدا بتجربتي مع بيتر اللي هو دماغ وطموح عاليين جدا، وسعيد جدا بشغلي مع المتحدة طبعا للسنة الثالثة على التوالي. كريم عبد العزيز من أطيب الناس اللي ممكن أي حد يقابلهم في الحياة. فتحي عبد الوهاب متعة برضو الشغل معاه وإني اتعرفت عليه، وكاست كله جميل بصراحة. في ناس كتير سمت المسلسل يعني مش بس الحشاشين، ملحمة الحشاشين. أنا عايز أقول إن ملحمة الحشاشين أو كلمة ملحمة دي هي برضو ورا الكاميرا. يعني أنا بالنسبة لي بجد لازم أدي حق لأي حد اشتغل ورا الكاميرا في المسلسل. فريق التصوير، فريق الصوت، فريق الديكور، الميك اب، الشعر، اللبس، كل الناس دي اشتغلت وبذلت مجهود يعني مفيش انسان بذله بيتهيألي في الفتره اللي فاتت. وبرضو الحلو اصلا ان السينرجي كانت مديه مساحه للناس تشتغل بالشكل ده. يعني احنا سافرنا صورنا المسلسل صور في 3 قارات، يعني صور في كازاخستان، صور في مصر، وتصور في مالطا. الناس اشتغلت 8 أو 9 شهور للمسلسل، طبعا مش ورا بعض، بس احنا بدأنا نصور من شهر 7 اللي فات، وده عمره ما بيحصل في مسلسل رمضاني. هو دليل على ان الحاجة الحلوة اللي الناس بتشتغلها بقلب وباحتراف بتوصل للناس. فعايز اشكر كل حد اشتغل في الحشاشين ورا الكاميرا.